القدم اليمنى رونالدو الهدف رقم 31 في مختلف الديربيات التي لعبها. ينتظر هلال، رونالدو يتقدم والتسديدة ركلة جزاء. يوم ركلات الجزاء، ديربي ركلات الجزاء، ركلة الجزاء الثالثة التي يصفر عليها مايكل أوليفير في مباراة اليوم. ركلة جزاء سيؤكدها الفار. هل كان فيها هاندبول؟ إيجالو. وبعد ذلك ارتدت في من؟ هل في موسى ماريجا؟ آخر ديربي سجل سالم ركلة جزاء وحيدة، والديربي اللي قبله أو اللي قبله سجل سالم أيضا من ركلة جزاء. بينما آخر ركلة جزاء للنصر كانت عن طريق أيضا اللاعب عبد الرزاق. لكن لم تكن في مسابقة الدوري. آخر ركلة جزاء احتسبت في النصر كانت لمحمد السهلاوي في الدقيقة الثانية في أسرع ركلة جزاء احتسبت في الديربي. إذا راح يروح يشاهد اللقطة بنفسه. مايكل أوليفير بيروح يشوف اللقطة بنفسه. سننتظر في قرار مايكل أوليفير. هل هنالك ركلة جزاء تعيد النصر للديربي من جديد، أم أن اللقطة سليمة؟ شوفها مرة أخرى. شافها مايكل أوليفير. سيلغيها يبدو سيلغيها. راح نشوف نتأكد. رونالدو هدف يلغى وركلة جزاء تلغى، ورونالدو يندب حظه، يتحسر على هذه اللحظة التي كان من الممكن أن يعيد النصر فيها للديربي، لكن مايكل أوليفير يقول بأنها سليمة. كانت في ظهرك يا إيجالو. عودة حميدة يا واحد من أفضل الأظهرة اليسار في تاريخ كرة القدم السعودية. رونالدو متسلل. رونالدو الهدف أبيض يا رونالدو، لم يسجل بل إنه ألغي. شوفه مرة أخرى، يعني بينه وبين جحفلي، لكن النهاية الفينش من رونالدو كان جميل. دينكو احتفالية لم تدم طويلا، فرونالدو كان متسللا في اللقطة الماضية بقرار المساعد الأول، فماذا عن غرفة الفار وما عدا عن القرار النهائي؟ هل تكون لحظة إعلان العودة للنصر في المباراة؟ هل تكون لحظة إعلان النصر للعودة في الديربي؟ كل شيء وارد، كل شيء ممكن. كريستيانو رونالدو يبحث عنها ويريد أن تكون هذه طريق العودة للديربي من جديد. الهدف اللي سجل رونالدو وقرار مايكل أوليفير سننتظر بعد الحديث مع غرفة الفار مع إنجلاند. هنالك في غرفة الفار هل يتأكد القرار؟ أوفسايد يا رونالدو. حتى الهدف المسجل بعد فترة طويلة من الصيام عن الوصول إلى المعيوف في أول وصول لرونالدو كان متسللا. أوفسايد يا رونالدو.